ازيك عامل ايه؟ انا عمر الكل في الكل، ودي اخيرا حلقه جديده من سلسله 4131. اسف على القطعه اللي دامت شهرين بسبب العيد والامتحانات وما بعد الامتحانات. انا اتخرجت واصبحت خريج رسمي خلاص. مش عايز اطول في الانترو اكتر من كده وبس، اسيبك مع الفيديو. هو ايه اللي حصل للكره المصريه؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع بالزمن شويه ونشوف هو الدوري المصري كان عامل ازاي اصلا وقتها. 28 يناير 2011 اول مره الدوري المصري يقف لمده 3 شهور نظرا للثوره وتنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك، ورجع بعدين يوم 13 ابريل من نفس السنه بعد ما مصر هديت من حاله الاحتقان اللي هي فيها والبلد استقرت نوعا ما. بسبب التوقف ده الدوري المصري استمر لمده 11 شهر في واحده من اطول مواسم الكره المصريه ان لم تكن الاطول واكثرها تميزا. الدوري ساعتها كان بنظام الذهاب والعوده بمجموع 16 فريق، والمنافسه كانت ما بين الاسماعيلي واتحاد الشرطه وانبي كمراكز اولى. وطبعا النادي الاهلي اللي ساعتها كان بقياده حسام البدري اللي مسك من بعد رحيل الخواجه مانويل جوزيه، واللي كانت اول مره من 17 سنه يدوا الفرصه لمدرب محلي. وفي الاخير نادي الزمالك اللي كان بيعاني ولا يزال بيعاني من ازمه البحث عن الهويه، ودايما بيسال نفسه انا انافس اذا انا موجود، ولا انتصر اذا انا موجود برضه. النادي كان بقاله كتير بيحقق ارقام كويسه نوعا ما لكن من غير هيمنه على الدوري. ولكن من بعد إقالة هنري ميشيل في 2009 وتولي حسام حسن الإدارة الفنية بخطوات خافتة وبطيئة، كان الزمالك بيقرب شوية شوية إنه يلاقي إجابة على السؤال ده. ووصولا لهذا الموسم كان على وشك إنه يلاقي الإجابة النهائية للسؤال اللي محيره. بس قبل التوقف او في نهايه الدور الاول الزمالك كان متصدر الدوري ب 32 نقطه، من بعده الاهلي بفارق 6 نقط بحوالي 26 نقطه، والاسماعيلي برضو كان بحوالي 26 نقطه، والاتحاد ب 25 نقطه، واخيرا انبي ب 23 نقطه. الاهلي اللي بقاله يمكن اكتر من 5 سنين اللي كان بينهي الدوري قبل نهايته الرسميه باسابيع دلوقتي بيعاني من ازمه حسام البدري بسبب النتائج السيئه. بيمشي الوقت وبنرجع تاني بعد التوقف الدولي والكل بيفتكر انه اكيد الدوري ده مش بتاع الاهلي الموسم ده، واخيرا الزمالك هيقدر انه يهيمن على الكل. ولكن بيحصل بلوت تويست خلف اسوار النادي الاهلي لما تقرر اداره النادي تستعين باخر كارت معاها قبل ما الدوري يروح، عوده مانويل جوزيه. بعد رجوع مانويل جوزيه للنادي من بعد اقاله حسام البدري بنكمل الدوري لغايه ما بنوصل ليوم 8 يوليو 2011، وده اليوم اللي بينتهي فيه الدوري المصري بفرق 6 نقط، بس مش لصالح الزمالك بل لصالح الاهلي بصداره ب 61 نقطه. والصداره دي جت بعد ريمونتادا للتاريخ مع عوده الخواجه. الزمالك كوصيف ب 56 نقطه وتالتهم الاسماعيلي ب 49 نقطه. وهنا بينتهي موسم لواحده من افضل نسخ الدوري المصري واكثرها جماهيريه وتشجيعا وتميزا. الفصل الثاني، الموت الاكلينيكي للكره المصريه. بنروح لموسم 2011 2012، وده يمكن كان تاني اكتر موسم في تاريخ الكرة فيه تدخل سياسي بعد طبعا كاس عالم 34 لما موسوليني عزم حكم نص النهائي والنهائي في بيته على العشاء. المين كاركترز في الموسم ده كانوا 4 شخصيات: الاهلي والزمالك كالعاده والجماهير، واخيرا وليس اخيرا فريق اقرب ما يكون لانه يكون انتي هيرو، حرس الحدود بقياده طارق العشري. ارجع بقى للحلقه، اياها ارجع بقى بالله عليك لو ما شفتهاش. الاهلي بيدخل الموسم ده وهو بطل تاريخي، ولكن برضه في قلق بالرغم من قياده مانويل جوزيه المستمره، ولكن باداء من اسوأ ما يكون. اول 3 جولات في هذا الموسم كانت تمثل البدايه الهادئه الغير مطمئنه لجماهير الاهلي. فوز غير مقنع على حرس الحدود 1-0 برأسية عماد متعب، وتعادل 2-2 مع بتروجيت، وتعادل 1-1 مع الجونة. وعلى النقيض الآخر الزمالك اللي كان داخل بقلب جامد وناويها الموسم ده، في أول 5 أو 6 جولات قدم أداء ممتع وصدارة مبكرة وانتصارات متتالية. وفي وسط الهرمين دول كان في فريق مش داخل الحسابات أصلا ومحدش واخد باله منه، وهو حرس الحدود. فريق منظم هادي وقاتل تكتيكيا، مفيش نجم للفريق لكن في نظام وفي انضباط وفي فكره. الحرس برضو قدر اول 5 أو 6 جولات يقدم انتصارات متتاليه وتعادل مع فرق مش صغيره، وتتوالى الجولات والحرس يقدر يقفل الملعب في اي ماتش، يخطف نقطه هنا يكسب ماتش تقيل هناك. وصولا للجولات من 7 لل 12 الاهلي كان بيحاول يستعيد الهيمنه، وبالفعل كان بيكسب ماتشات، ولكن برضو الجماهير ما كانتش راضيه لان الجمهور كان متعود على الحسم بدري بدري والاداء المسيطر في اي ماتش. كانوا مره يشجعوا بقوه، مره يصفروا ويهاجموا، مره يدوا ظهرهم للملعب، ومره ما يشجعوش اصلا. والزمالك برضو كان مكمل في سكته، اي نعم كان بيخسع في شويه ماتشات عبيطه بس مشغال. وحرس الحدود اللي جوله مع جوله هيقدر يثبت انه منافس حقيقي، سواء بتقفيله او خطفه للماتشات في اخر الدقائق او بشخصيه انتي هيرويه. هيبدا حرس الحدود يوصل للسقف ولكن تقريبا مش هيلمسه. مع تصاعد الجولات بيحصل بلوت تويست مفاجئ انه حرس الحدود بيتصدر الدوري على الاهلي ب 37 نقطه بشكل مؤقت،
وبنوصل لاخر جوله من الدور الاول في الدوري، كان فيها ماتشين مهمين دول كانوا مهمين. الاهلي كان هيلاعب المصري البورسعيدي، والزمالك كان هيلاعب الاسماعيلي. زي ما كان في تنافس كروي ما بين اي فريقين، كان في تنافس جماهيري بيغلي بدرجه عنيفه. المدرجات بقت هي البطل الحقيقي قبل اللعيبه، وكانت المدرجات فترتها اقرب ما يكون لمسرح مفتوح، صوت اعلى، حماس اكبر، تنافس على النفوذ. في كل ماتش جماهير زي النادي الاهلي والنادي الزمالك والاتحاد السكندري والمصري ما بقوش بيشجعوا بس، بل كانوا بيتنافسوا على مين فيهم اللي هيملك المشهد. ومن هنا ظهرت قوة مجموعات جماهيرية زي التراس اهلاوي ووايت نايتس وجرين ايجلز وجرين ماجيك، اللي قدروا يكبروا بشكل اسرع واصبح ليهم صوت وتأثير قوي في اي ماتش، من تنظيم لهتافات ودخلات بتتحول لعرض قوة اكتر ما هي عرض تشجيعي. شهدنا فترتها ظاهرة الالتراس اللي معناها جماهير منظمة عندها قواعد وهتافاتها مش عشوائية بل مدروسة، وممكن تصنع اجواء مرعبة لاي خصم. ومع كل جولة المنافسة خرجت من الملعب للمدرجات، والدوري بقى مولع مش بس بالكورة ولكن بالجماهير اللي قررت انها تكون جزء من الحدث مش مجرد متفرج. نرجع تاني للجولات من السبعة لل12. في واحدة من الجولات دي كان ماتش الاهلي وغزل المحلة بتاريخ 31/12/2011، والماتش ده يصنف كماتش من اعبث الماتشات في تاريخ الكورة، وده بتصنيف الكل في الكل طبعا. بيتلعب ماتش الاهلي وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، والاستاد كان على اخره حرفيا من كتر الجمهور. وكان في الماتش ده غزل المحلة متقدم بنتيجة 2-1، وبنوصل للدقيقة 53 وليد سليمان بيعمل عرضية عشان تخبط في مدافع غزل المحلة عمرو رمضان وتخش جون، بس بعدها بيلاحظوا ان الشبكة مقطوعة، فهم مش عارفين الكرة دخلت فعلا ولا جت من بره ودخلت جوه الشبكة. ووقتها ما كانش فعلا في فار، فشكل الحكم خدها من رياكشنات عمرو رمضان وحارس غزل المحلة وبيحسبها هدف عادي جدا. والقرار ده ادى الى كارثة حصلت على ارض الملعب، وهو نزول جزء كبير من جمهور غزل المحلة عشان يعترضوا على الحكم ويعتدوا عليه، والبعض الاخر كان بيحدف طوب على جمهور ولعيبه ودكه الاهلي. وبعدها بدقايق ظهرت مجموعه مش معروف دول تبع مين ولا محسوبين على انهي جمهور، بس في الاغلب كانوا بلطجيه متاجرين بالطلب، وطلبوا من جمهور الاهلي ان هم ينزلوا لهم ارض الملعب. بس في لفته عظيمه من جمهور الاهلي رفضوا ان هم ينزلوا او يشتبكوا باي شكل من الاشكال، وقرروا ان هم هيمشوا. وهم طالعين تفاجئوا ان بوابه الاستاد مقفوله بالجنازير من بره، ومن ستر ربك اليوم ده ان كان في حد معدي وكسر الجنزير، وقدرت الجماهير تروح بسلام. وبعدها بينزل الامن الملعب عشان يمنع كارثه كانت على وشك الحدوث، ووقفوا في الملعب بالشكل اللي انا هحاول اجيبه بقدر الامكان ده. فهل تفتكر دي كانت بروفا للي هيحصل بعدها بشهر؟ وصولا ليوم 18 يناير، يومها بيتعين مدير امن جديد لبورسعيد وهو عصام سمك، وده هنعرف اثره ايه على الاحداث بس قدام شويه. وبعديها في يوم 28 يناير 2012 طبعا بتتلعب مباراه الاهلي والمقاولون العرب، وفي الماتش ده التراس اهلاوي كان بيهتف هتافات سياسيه كتيره، بس كان ابرزها يسقط يسقط حكم العسكر. ومن الفتره دي الكره خرجت من الملعب وبقت جزء من الشارع، من السياسه ومن نبض الناس اللي لسه خارجه من ثوره، واللي كان التراس جزء كبير منها، وده طبعا هيكون له عقوبته عليهم وعلى الكوره نفسها. هنا الأنظمة السياسية ابتدت تشوف الألتراس كألتراس بالمعنى الحرفي، وهي كلمة لاتينية معناها الفائق أو الزائد عن حده. بس وسط النار دي كلها كان في حدث هيغير تاريخ الكرة المصرية للأبد. ولما الثورة قامت نزلنا في كل البلاد، قدنا على الحرية واسكت رموز الفساد، ما سكتناش ما هديناش ما لسه النظام موجود، داخلية الكلاب والظلم في كل مكان موجود. الفصل الثالث، استشهاد الكرة المصرية. بعد 4 أيام من ماتش الأهلي والمقاولون العرب هتتلعب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، اللي كانت مباراة حاسمة زي ما أنا قلت لك من شوية. والماتش ده كان يوم 4 موافق يوم 1/2. وقبل الماتش ده بكام يوم بنلاقي أغنية نازلة من التراس جرين ايجلز كلماتها كلها تهديد بالقتل والموت وعدم المجيء لبورسعيد إطلاقا، بين قوسين بدون الخوض في أي كلام بقى يخص الأغنية عشان مش عايزة تحبس. وبيرد طبعا التراس اهلاوي باغنيه كلماتها مسيئه بس ما كانش فيها اي حاجه تخص التعدي او القتل او التهديد. يوم الماتش وعلى غير المعتاد بترفض اداره الاهلي ان هم يوفروا اتوبيسات للجماهير، وبيطلبوا منهم ان هم يركبوا المترو بسبب الشد ما بين الجمهورين، والشد ده طبعا كفيل يولد تكسير الاتوبيسات او اصابات وحالات موت لا قدر الله. وبالفعل جمهور الاهلي بيبداوا يتجمعوا ويتحركوا كلهم في نفس القطر على بورسعيد، بس القطر ده في نص السكه بيقف، والجهات المسؤوله بيطلبوا منهم ان هم ينزلوا من القطر ويركبوا اتوبيسات عشان جماهير المصري مستنيين جماهير الاهلي في محطه بورسعيد نفسها. وفي سؤال لجماهير الاهلي للجهات الامنيه المسؤوله عن تامينهم اذا كان الافضل يرجعوا ولا لا. يعني جمهور الاهلي وهو في نص الطريق بدا يحس بالقلق والعوق الزياده، فسالوا الجهات الامنيه السؤال ده، نرجع ولا نكمل؟ بس الجهات الامنيه بلغتهم بالرفض وان هم متامنين كويس وهيقدروا يوصلوا للاستاد بسلام وامان.
وبالفعل ده اللي حصل. جمهور الاهلي وصلوا بورسعيد ووصلوا الاستاد والدنيا تمام لغايه دلوقتي. وعند بدايه الاحماء لاحظ جمهور الاهلي ولاعيبته انفلات امني تام. لعيبه الاهلي وهم بيعملوا عمليات الاحماء عشان يجهزوا للماتش بيتم ضربهم بالصواريخ والشماريخ. وفي تصريحات مثيره جدا لبعض من مشجعين الاهلي انه جنبهم في المدرجات كان في ناس بتتكلم بورسعيدي. يعني واضح ان هم محسوبين على جمهور المصري البورسعيدي بشكل ما او باخر. وفي نقطه هقولها دلوقتي وهنرجع لها بعدين، وان قبل ما الماتش يخلص بحاجه بسيطه لوحظ خروج الجماهير دي من مدرجات الاهلي وهم مستعجلين، وباين بان تم ابلاغهم ان في حاجه هتحصل في استاد بورسعيد. وفي تمام الساعه 5 بتبدا تتلعب مباراه الاهلي والمصري. الاستاد مليان بالكامل، والتراس اهلاوي والتراس جرين ايجلز مولعين المدرجات. وماتش من المفترض انه يبان طبيعي على الورق، لكن في حاجه بتقول ان اليوم ده مختلف ومهم. الاهلي داخل الماتش ده وهو تحت ضغط نفسي رهيب بسبب كل حاجه حصلت قبل الماتش. الاهلي لازم يكسب واي نتيجه تانية هتبقى معناها تعقيد كامل للموسم، بينما المصري داخل بروح ملعبه وجمهوره واحساس ان دي مش مجرد مباراه بل دي مواجهه اثبات وجود قدام بطل كبير. لكن من اول دقيقه في توتر مش مكتوب في اي خطه تكتيكيه. بتبدا المباراه باجواء مشحونه وبنعدي اول 10 دقايق وصولا للدقيقه 11. ركنيه بيرفعها احمد فتحي ورأسيه من فابيو سانتوس والهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف اللي بيخلص الشوط الاول 1-0 للاهلي وبيدي الاهلي نتيجه مريحه لباقي الماتش. يذكر برضو انه بين الشوطين في عشوائيه كتير بتحصل من جماهير المصري، ناس بتنزل ارض الملعب وتروح لحد مدرج الاهلي، ناس بترمي شماريخ، وفيه هتافات بالفاظ مسيئه جدا لجمهور الاهلي. ده غير الانفلات الامني الشديد والعساكر اللي عاملين نفسهم صنم. وجمهور الاهلي بيرد على استفزاز جمهور المصري المستمر ده بالبانر الشهير بتاع بلد البلا. بنوصل للدقيقه 72 بهدف التعادل لمؤمن زكريا، ربنا يتمم شفاعه على خير ان شاء الله، عشان بعدها نتفاجئ بنزول جمهور المصري البورسعيدي لارضيه الملعب احتفالا بالهدف. تعدي حوالي 10 دقائق ومؤمن زكريا يجيب الهدف الثاني ويحصل نفس اللي حصل في الهدف الاول. وفي اخر لحظات المباراه بيجيب النادي المصري الهدف الثالث وبتنتهي المباراه بنتيجه 3-1 لصالح المصري. بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري في حوالي الساعة 7:30 في نفس اليوم تتلعب مباراة الزمالك والإسماعيلي. الساعة بتقرب من بداية المباراة، استاد القاهرة الدولي مليان بس الإحساس مختلف. ده برضه مش ماتش عادي، ده ماتش الزمالك لازم يكسبه. الزمالك داخل وهو عارف إن في فريق تاني في الدوري عامل إزعاج اسمه حرس الحدود، فريق محدش كان حاطه في الحسابات لكنه طلع فجأة في القمة. وحتى لو الزمالك كان فاز الأمور كانت هتفضل معقدة شوية برضه. بس في أوضة لبس الزمالك ما كانش فيه غير رسالة واحدة واضحة، لو عايزين نفضل في السباق مفيش غير الفوز. الاسماعيلي داخل مش خايف، داخل يلعب كرة مفتوحة من غير حسابات، لكن الزمالك داخل بغشومية. كل لمسة كان فيها استعجال وكل هجمة كان فيها احساس ان الوقت بيجري اسرع من اللازم عشان نوصل للدقيقة 23 وهدف عالمي من حسني عبد ربه، الهدف اللي بيضطر الزمالك ان هو يفعل كل قدراته عشان يحط هدف التعادل بعدها ب6 دقايق عن طريق احمد سمير. بنكمل الماتش ويا دوبك هم 4 دقايق والاسماعيلي بيقدر يحط الهدف الثاني عن طريق احمد علي. بيحاول برضو الزمالك ان هو يرجع في الماتش وبضغط عالي في الدقيقة 42 بيقدر الزمالك يقطع الكورة وشيكابالا بيسجل الهدف الثاني. لكن مع تسجيل شيكابالا للهدف الثاني بتحصل حاجة غريبة جدا، الماتش بيتلغي بطلب من حسن شحاتة ومدرب الاسماعيلي وحكم المباراة تضامنا مع احداث بورسعيد اللي احنا لسه هنتكلم عنها باستفاضة في الفصل الرابع. وطبعا بيتم وقتها الهتاف الشهير بتاع جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي، بيتم اشعال حريق في مدرج الدرجه الثانيه على شمال مقصوره الصحفيين للتعبير عن تضامن الوايت نايتس مع التراس اهلاوي. وبعدها بدقايق حكم المباراه والجهاز الفني للاسماعيلي والزمالك بينزلوا ارضيه الملعب للعزاء وقرايه الفاتحه على روح الشهداء، ربنا يرحمهم اجمعين. ليه جمهور الاهلي ما عرفوش يروحوا؟ بتنتهي مباراه الاهلي والمصري، لكن بالنسبه لجمهور الكره المصريه والاهلي كل دقيقه من بعد الساعه 7 في اليوم ده كانت ارعب لحظه عاشوها في تاريخ حبهم للكره. وكانت بالنسبة لناس كتير من محبين الكرة المصرية أي دقيقة بعد الساعة دي كانت ختام لعلاقتهم مع الكرة. بعد ما انتهت الليلة ما انتهتش القصة، 72 مشجع من جمهور الأهلي توفتهم المنية، مئات من المصابين، والدوري المصري دخل في غيبوبة والبلد كلها صحيت على سؤال واحد بس الصبح: ازاي ده حصل؟ وانقسمت الروايات كالآتي: الرواية الأولى قالت إنها كارثة أمنية، بينما الرواية التانية قالت إنها مجرد شغب جماهيري خرج عن السيطرة، والرواية التالتة اتكلمت عن بلطجية ومجهولين وسط الجمهور، والرواية الرابعة شافت ان اللي حصل ده كان نتيجة احتقان وكراهية متراكمة من سنين بين جماهير الاهلي وجماهير المصري. لكن كل ما الايام كانت بتعدي كانت الروايات دي بتتحرك ناحية نقطة واحدة، لان كل رواية كانت بتجاوب على جزء من اللغز ده، ومفيش ولا رواية فيهم لوحدها كانت قادرة تفسر الصورة الكاملة. ازاي اسلحة وشماريخ دخلت بسهولة بالشكل ده؟
طب ازاي ابواب اتقفلت في الوقت اللي الناس كانت بتحاول تهرب فيه؟ طب ازاي الامن اختفى في اللحظه اللي كان المفروض يبقى موجود وظاهر فيها؟ وازاي اصلا ماتش بالتوتر ده كله اتسمح له ان هو يتكمل ويتلعب عادي؟ هنا بدا يظهر الاتهام الاخطر، ان اللي حصل يمكن ما كانش مجرد فوضى خرجت عن السيطره، لكن يمكن الفوضى نفسها كان مترتب لها تحصل. ومع التحقيقات والشهادات بدا يتكرر اسم معين كتير، اللواء عصام سمك. سبق واتكلمنا عن معلومه صغيره في الجنب كده، ان يوم 18 يناير تم تعيين مدير امن جديد لبورسعيد وهو اللواء عصام سمك. المهم انه تعين مدير امن جديد لبورسعيد قبل الماتش بفتره قصيره، ومع الوقت ظهرت شهادات بتتكلم عن علم مسبق للواء عين سين باحتماليه وقوع مذبحه في الماتش ده. طبعا المعلومات دي جات له من مدير مكتبه الرائد فادي سيف، اللي اقترح عليه انه يتم لعب المباراه بدون جمهور او يتم تاجيلها. لكن عصام سمك بيرفض هذا القرار وبيقرر انه الماتش ده هيتلعب في وقته زي ما هو. هل ظنا منه انه قادر على تأمين الماتش ده واثبات نفسه بأحقية منصبه الجديد، ولا يا ترى هو جاي في منصبه ده عشان هدف معين؟ ما اعرفش هو ايه الهدف، انا ما اعرفش. حكم مباراة الاهلي والمصري فهيم عمر ادلى بشهادة غريبة في المحكمة بعد ما اتسأل انت ليه ما لغيتش الماتش بالرغم من علمك بوجود انفلات امني فيه، وكان رده انه ماتش فيه 40,000 مشجع بالطاقه دي، قرار الغاء الماتش ما كانش القرار الانسب اطلاقا، لان المشاحنات ما بين الجمهورين بالشكل ده كانت ممكن تؤدي لاشتباكات بعد الغاء الماتش يروح ضحيتها الالاف. الامن مش موجود في المدرجات، المباراة فيها 40,000 متفرج او اكثر او اقل شوية. الامن اللي موجود امن خلف المرميين. المباراة جمهور متوتر. الفيفا بيقول ان في الوقت فكر مليون مرة قبل ما تاخد اي قرار قد ينتج عنه تأثير على الجماهير، بمعنى ان استمرارية اللعب تلهي الناس بالفرجة. فاللي انا حاولت اعمله طول المباراة ان انا استئناف اللعب سريعا وعدم ايقاف اللعب. شهادة خلت الناس تبدأ تسأل كتير، هو اللي حصل كان مجرد تقصير ولا كان حد عارف ان في كارثة ممكن تحصل وسابها تحصل؟ السؤال اتغير، السؤال ما بقاش مين قتل الناس، السؤال بقى مين سمح بده يحصل. ومع استمرار المحاكمات بتحصل حاجة غريبة، اللواء عصام سمك صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة، بعدها تم تخفيف الحكم ده لمدة 5 سنين، وفي الأخير خروج اللواء عصام سمك بعفو رئاسي. شاهد الإثبات الوحيد على اللواء عصام سمك هو الرائد فادي سيف، اللي سبق وقلنا إنه بلغ عصام سمك باحتمالية وقوع مجزرة في اليوم ده. قبل خروج عصام سمك بعفو رئاسي بيحصل حدث غريب جدا، الرائد فادي بيتعرض لمحاولة اغتيال من شوية بلطجية بسلاح أبيض، والحمد لله عرف ينجو منها، بس بعدها بكام يوم اتعرض لمحاولة اغتيال تانية وللأسف بيموت فيها بالرصاص من بلطجية برضه. ربنا يرحمه ويحسبه من الشهداء إن شاء الله. لكن حتى بعد الأحكام القضية ما خلصتش، لأن الأحكام جاوبت على شوية أسئلة وسابت أسئلة أكبر من غير إجابة. هل كانت رسالة سياسية؟ هل كان انتقام من ألتراس أهلاوي بعد دورهم في أحداث الثورة؟ ولا كانت أسوأ كارثة أمنية في تاريخ الرياضة المصرية؟ أسئلة الناس فضلت تسألها سنين ويمكن لحد النهاردة مفيش ولا إجابة واحدة قدرت تقنع أي حد. وبين رواية الإهمال ورواية الشغب ورواية البلطجية ورواية الانتقام السياسي، فضلت مذبحة بورسعيد واحدة من أكتر الأحداث غموضا في تاريخ الكرة المصرية. قضية صدرت فيها أحكام، لكن الحقيقة الكاملة بالنسبة لناس كتير لسه في المدرجات ولسه بتدور حوالين إجابة واحدة، بس للأسف محدش عنده الإجابة دي. ما حصلش حاجه كده في مصر. ليه؟ ايه المبرر؟ ليه؟ وفي النهاية اتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي والمصري بيوم واحد بيصدر قرار من رئيس الوزراء المصري كمال الجنزاوي بإقالة الاتحاد المصري للكرة بقيادة سمير زاهر، بل وتحويلهم كلهم للتحقيق، وتعيين مجلس مؤقت بيتم تعيين أنور صالح رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة المصري لإدارة الأزمة بعد استقالة مجلس زاهر، وحصل التعيين على موافقة الفيفا كمان. وكانت مهمته إدارة الاتحاد بعد الكارثة دي التعامل مع إيقاف الدوري والتحضير لانتخابات جديدة والتواصل مع الفيفا والأندية. وبعد 6 شهور تحديدا يوم 6 أغسطس بعد ما تولى العمري فاروق وزارة الشباب والرياضة، قرر يقيل لجنة أنور صالح كاملة ويعين لجنة جديدة برئاسة عصام عبد المنعم برضه كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة لمدة 60 يوم بس هنا بتحصل حاجة ما كانتش في الحسبان، وهي تدخل الفيفا اللي رفضت تدخل الحكومة بالشكل ده وهددت بتجميد النشاط الكروي في مصر. وفي الأخير بيتقدم عصام عبد المنعم ولجنته باستقالة جماعية من اتحاد الكرة بعد 72 ساعة فقط من توليهم للمنصب. وبعد شهور من الفوضى واللجان المؤقتة جت انتخابات أكتوبر 2012،
ومن صندوق الانتخابات خرج جمال علام كرئيس لاتحاد الكرة المصري عشان تنتهي مرحلة إدارة الأزمة وتبدأ مرحلة أصعب، وهي إزاي ترجع الكرة المصرية للحياة. بعد المذبحة الدوري اتوقف، الجماهير اختفت والمدرجات اتقفلت، ومن هنا بيبدأ الفصل الخامس والأخير. هل هترجع الكرة المصرية للحياة من تاني، ولا رسميا الكرة المصرية بقت الشهيد رقم 75؟ بعد تولي جمال علام رئاسة اتحاد الكرة ما كانش تحت إيده غير ملف واحد بس بعنوان إعادة الحياة، وانك ترجع الحياة للدوري ده شيء، وانك ترجع الحياة للكرة ده شيء تاني خالص. تخيل بعد سنة كاملة من الصمت، بعد سنة والمدرجات فاضية، بعد سنة كاملة والكرة المصرية واقفة عند الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي والمصري، الأندية بتنزل فلوس كل يوم، اللعيبة قاعدة من غير ماتشات، والمنتخب الوطني بنفسه بدأ يدفع الثمن. يوم 1 فبراير سنة 2013 بعد 365 يوم بالظبط من مذبحة بورسعيد، عاد الدوري المصري أخيرا 18 فريق مقسمين في مجموعتين لتقليل عدد المباريات وتخفيف العبء الأمني، مع إقامة المباريات في ملاعب تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بدون حضور جماهيري، كأن الموسم ده كان معسكر تدريب. المجموعة الأولى كان فيها الأهلي وإنبي وسموحة وتليفونات بني سويف، حرس الحدود، الجونة، وادي دجلة، غزل المحلة، ومصر المقاصة. والمجموعة التانية كان فيها الزمالك والإسماعيلي، طلائع الجيش، المقاولين العرب، الداخلية، بتروجيت، الاتحاد السكندري، وأخيرا الإنتاج الحربي. الدوري كان بنظام ذهاب وعودة، وأول فريقين من كل مجموعة بيتأهلوا للدورة الرباعية لتحديد البطل، وكان المفروض في دورة برضه لتحديد الهابطين. أصوات المعلقين رجعت الملعب، أصوات اللعيبة، أصوات الجهاز الفني، وأصوات الناس اللي في المقصورة. بس كانت في حاجة واحدة ناقصة، أهم حاجة: الجمهور. المدرجات اللي كانت زمان بتتهز من الهتاف بقت ساكتة، الأعلام اختفت، الدخلات اختفت، الأغاني اختفت، والكرة المصرية دخلت في عصر جديد وهو عصر اللعب في صمت. ورغم كل المحاولات باستكمال الموسم، لكن يا فرحة ما تمت تحصل ثورة 30 يونيو قبل ما تتلعب الدورة الرباعية، بيكون في صدارة المجموعة الأولى الأهلي وإنبي، وصدارة المجموعة التانية الزمالك والإسماعيلي. الجماهير والمشاهدين والكرة المصرية ذات نفسها أصبحوا في حالة تروما وصدمة، مش عارفين يتعافوا من الموضوع بقى أشبه إنه في جزء مات مع شهداء الأهلي ربنا يرحمهم. وحتى بعد الثورة ورجوع الدوري من تاني ومرور الأيام بتيجي الأشياء التي قدمت ظهر البعير، أحداث الدفاع الجوي سنة 2015. قول لي تحت في الكومنتات لو حابب إن أنا أتكلم عن الموضوع ده في فيديو جاي. حتى الكرة نفسها في مصر بقت شايلة أثر اللحظة دي، في ضحكة ما اكتملتش، وفي هتاف ما اكتملش، وناس كتير لحد النهاردة بتحاول تفهم إزاي لحظة واحدة قدرت تسيب كل الوجع ده وراها، بس للأسف محدش فاهم. وفي النهاية مهما الوقت عدى، الحكاية دي هتفضل أكبر من كرة، هتفضل ذكرى لناس راحت وسابت وراها صمت تقيل في كل ملعب وكل قلب كان حاضر. رحم الله ال74 وال20 وجميع شهداء المسلمين إن شاء الله.